النهارده كان مؤتمر المطورين بتاع ابل ال WWDC لسنه 2023، وعادة المؤتمر ده بيتكلموا فيه اكتر عن الحاجات السوفت وير والاي او اس والايباد او اس والواتش او اس والحاجات دي، مش اكتر من كده بكتير. لكن المره دي الحقيقه السنه دي المؤتمر كان قوي جدا جدا، واعلنوا السنه دي عن شويه حاجات هاردوير هتاخد عالم التكنولوجيا في حته تانية خالص، وتعتبر طفره حقيقيه في عالم التكنولوجيا. وعشان اعرفك اهم حاجه ابل اتكلمت عنها النهارده في المؤتمر اللي اكتر من ساعتين ده، هي كانت النضاره الابل فيجن برو، اللي هي النضاره اللي بتجمع ما بين الفي ار والاي ار، حيث الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع الحقيقي اللي احنا فيه كلهم بيخشوا في بعض في النضاره العظيمه جدا دي. لكن دي هنتكلم عنها في الاخر شويه، لان هم اتكلموا عنها في اخر المؤتمر. لكن تعالى اقول لك سريعا كده الحاجات اللي هم اتكلموا عنها في المؤتمر ده من اوله لاخره، واحاول الخص لك الدنيا، لان بصراحه المؤتمر كان طويل جدا. قبل بس ما نقعد نرغي كتير، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش فيديو اول ما بينزل على طول. وخلي بالك فيديو الجيف اواي بتاع ان احنا عدينا ال 100,000 قريب جدا، وحاليا بقى معانا درع اليوتيوب الفاضي اهو الحمد لله. تشوف له بقى مكان نعلقه ورا كده في الكادر عشان يبقى طالع معانا في الفيديوهات. المهم اول حاجه ابل اعلنت عنها في المؤتمر ده هو الماك بوك اير الجديد ال 15 انش، اللي هو تقريبا بالظبط هو ال 13 انش اللي كان موجود قبل كده. لكن المره دي قال لك نكبر الشاشه شويه، وده لان حجم الشاشه بيفرق في الاستخدام، والماك بوك اير اوريدي يعني لابتوب حلو جدا وبيتباع كويس جدا، فلما نكبر الشاشه ونخليها 15 انش ده هيبيع اكتر. وانا اتوقع ان اللابتوب ده يعني هيكون توب سيلر، او يعني احسن لابتوب بيتباع في اماكن كتير جدا في الوقت اللي جاي ده. اللابتوب ده زي ما قلت لك بيجي بشاشه مقاس 15.3 بوصه، وقال لك ده هيبقى ارفع لابتوب 15 انش في الدنيا، وانا مصدقهم الحقيقه. اللابتوب ده كمان هيجي ب6 سماعات بيدعموا السبيشال اوديو عشان تاخد صوت كويس، والبطاريه اللي فيه بتقعد معاك 18 ساعه من الاستخدام المتواصل، وده يعتبر كويس جدا. وبيجي جوه الكمبيوتر ده كمان الام 2 تشيب اللي هي الاحدث من ابل، لكن في بدايه اللاين، لكن ما زالت يعني قويه جدا ومش هتحتاج اكتر منها خالص لو انت استخدامك عادي للكمبيوتر، او حتى لو بتتقل عليه شويه كمان. اللابتوب ده هيبتدي من $1300، تقدر تطلبه من النهارده وهيوصل لك من الاسبوع الجاي كده. واللابتوب كمان الاصغر شويه الماك بوك اير ال 13 رخص $100 كمان، عشان لو كنت بتفكر فيه فدلوقتي هتلاقي سعره بقى احسن شويه كمان. دخلوا بعد كده على الماك ستوديو اللي هو اقوى كمبيوتر ابل كانت بتنزله لغايه بعدها ب 10 دقايق في المؤتمر كده زي ما هقول لك. والماك ستوديو المره دي بينزل بالام 2 ماكس، لان كان لسه بالام 1 سيريز يعني، دلوقتي بالام 2 ماكس، ودلوقتي كمان بقى فيه ام 2 الترا اللي هي عباره عن 2 ام 2 ماكس مع بعض، لو انت عايز يعني قوه مفرطه جدا وبرامج تقيله جدا، وانك تشغل 22 فيديو 8K في نفس الوقت وانت بتمنتج. طبعا يعني نادرا ما هتحتاج الحاجات دي. تقدر توصل يونيفايد ميموري كمان اللي هي الرامات والكارت الشاشه مع بعض كده لغايه 192 جيجا، ده طبعا رقم قوي جدا. لكن في كل الاحوال كل السيريز بتاعه الام 2 دي من اول طبعا البرو والماكس والالترا كلهم يعني اقوياء بزياده عن اللزوم، واعتقد انك مش هتحتاج الكلام ده قوي يعني. حطوا كمان في الماك ستوديو الجديد الفتحه بتاعه الاتش دي ام اي بقت اللي هي 2.1 اللي بتدعم لغايه 8K، زي ما حصل في الماك بوك برو الام 2 ماكس اللي انا بستخدمه موجود ورا هنا وعملنا عليه فيديو قبل كده. ويعني شويه تطورات هي متاخده من الحاجات الجديده اللي كانت قبله على طول. والكمبيوتر ده بيبتدي من اول $2000 بشريحه الام 2 ماكس. وبعد كده ابل اعلنت لك عن كمبيوتر كان هو الوحيد اللي ناقص في المجموعه كلها اللي ما فيهوش الابل سيليكون، او يعني معالجات ابل دي، وهو اقوى كمبيوتر ماك على الاطلاق، وهو الماك برو. انا بصراحه كنت متوقع اكتر شويه من اللي اعلنوه فيه، لان هو يعني بيجي برده بالام 2 الترا اللي هي لسه قايلين عليها موجوده في الماك ستوديو الجديد، وحتى نفس الرامات والكلام ده كله، هو بس زاد شويه حاجات عليه اقوى في المعالجه بتاعه الرسوميات والجرافيكس. فقال لك قبل كده زمان كان الماك بوك برو بيشتغل بالافتر بيرنر كارد ده علشان يعني ترندر الحاجات بسرعه والكلام ده، دلوقتي بقى اسرع 7 مرات، او كانك مركب 7 كروت افتر بيرنر مع بعض عشان تاخد اداء خزعبلي. قال لك كمان بالجهاز ده تقدر تسجل 24 فيديو 4K لايف في نفس الوقت، معرفش مين هيعوز كده قوي يعني. وفي 8 مداخل ثاندربولت 4 علشان لو عايز توصل حاجات، وفي 6 كمان فتحات او سلوتس تقدر توصل عليهم كروت زياده او حاجات كده لو انت عايز تعمل اكسبانشن يعني للجهاز بتاعك. طبعا الجهاز هيكون قوي جدا، لكن انا ما زلت مش قادر احط ايدي قوي على الفرق ما بينه وبين الماك ستوديو الام 2 الترا في الاستخدام بتاع 99% من الناس اللي محتاجين القوه دي عموما. الماك برو بيبتدي من $7000 اللي هو رقم كبير جدا، لكن لو قارنته بالماك برو اللي كان بينزل قبل كده بالحاجات الانتل وبتاع كنت تقدر توصله لغايه $50,000 واكتر من كده كمان، فده يعتبر يعني لقطه ب $7000، والاداء طبعا هتلاقيه اقوى. دخلوا بعد كده على شويه حاجات في السوفت وير، الاي او اس والايباد او اس والماك او اس والواتش او اس. فتعال اخدك لفه سريعه في الحاجات الجديده اللي هنشوفها في الاجهزه اللي معانا. قال لك في الاي او اس 17 الجديد بتاع الايفون هتقدر تشوف حاجه اسمها بيرسوناليزد كونتاكت بوستر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما حد يتصل بيك بدل ما يطلع لك صوره انت مختارها واسمه بالعادي كده، لا تقدر تشكل المنظر ده جدا كانك بتشكل اللوك سكرين، فتحط الصوره بتاعته واسمه بتكست معين كده
كده، والصوره تبقى فوق التكست بشكل ما، والالوان تظبطها كده، وتحس ان انت بتظبط وول بيبر على مجرد اسم الشخص اللي هيكلمك ده، ودي حاجه يبقى شكلها حلو اعتقد. قال لك كمان في حاجه اسمها لايف فويس ميل، لو حد بيبعت لك فويس ميل لو انت ما ردتش عليه، فانت تقدر وهو بيبعت الفويس ميل تشوف هو بيقول ايه بالظبط دلوقتي، عشان لو طلع بيقول حاجه مهمه ترد عليه بدل ما انت مطنشه كده ومش عايز ترد. وقال لك كمان الفيس تايم هيزيد فيه حاجه، ان انا لو جربت اكلمك فيس تايم وانت ما ردتش عليا، اقدر اسيب لك رساله عباره عن فيديو بقول لك حاجه معينه، بحيث لما انت تكون افيلبل او يجي لك نتورك او تقدر ترد عليا يعني، ساعتها هتشوف الرساله دي في صوره فيديو وترجع تكلمني، ودي برضو حاجه كويسه. قال لك كمان الاوديو مسجز او الفويس نوتس اللي انت بتبعتها لحد، لو انت في مكان مش عارف تسمع الفويس نوت دي، تقدر تحت الفويس نوت على طول هتلاقيها مكتوبه، طبعا الكلام ده غالبا بالانجليزي بس مش عارف هنشوفه بالعربي امتى، لكن هتقدر تشوف الفويس نوت دي قدامك مكتوبه لو انت مش عارف تسمعها، عشان برضو لو في حاجه مهمه تكون عرفتها من غير ما تسمع. بعد كده قال لك في حاجه اسمها تشيك ان ما بين كده افراد العيله، تقدر ان انت تعرف والدك كده انت روحت امتى بالظبط من التليفون اوتوماتيك عشان يبقى مطمن عليك وبتاع، شويه حاجات كده ما بين افراد العيله وبعض يعني للامان، وتبقى عارف مكانهم فين وحاجات كده يعني. قال لك الستيكرز دلوقتي بقت حاجه مهمه، طبعا هم ما يعرفوش قد ايه الستيكرز حاجه مهمه عندنا احنا يعني كشعب مصري او عرب عموما، ففي شويه تطورات حصلت في القصه بتاعت الستيكرز دي، ودلوقتي عشان تسجل رقم تليفون حد بدل ما يملي لك بقى اسمه ورقمه والكلام ده كله، لو قربت بس الايفونين من بعض هتلاقي اسمك على طول راح له، وتقدر تنقل عموما اي حاجه بنفس الشكل ده عن طريق الاير دروب، ما بتحتاجش انك تعمل شير واير دروب وبتاع، احنا بس نقرب الايفونين بتوعنا لبعض وتلاقي الفايلات والصور اللي انت مختارها اتنقلوا كده لوحدهم. اللذيذ كمان في موضوع الاير دروب ده انك لو بتبعت حاجه لحد مساحتها كبيره وسبتوا بعض لسبب ما وبعدتوا عن نطاق الاير دروب عن طريق الانترنت، بقيه الفايل بيتبعت عادي جدا بالمساحه بتاعته والجوده العاليه جدا مفيش مشكله. وقال لك ظبطوا شويه حاجات في الكيبورد كده وانت بتكتب، واضافوا ابلكيشن جديد اسمه جورنال اب، ده زي الميموريز كده اللي عندك في الجاليري اللي بيجمع لك كده بقى الذكريات بتاعتك في اوقات معينه وبتاع، لكن دلوقتي بقى في ابلكيشن منفصل وبيربط لك بقى الصور بالموسيقى اللي كانت شغاله وقتها، بالفيديوهات، بالاشخاص اللي في الصور دي، وبيعمل لك كده يعني قصه مؤثره جدا من اي حاجه بتحضرها. اضافوا في الايفون كمان حاجه اسمها ستاند باي مود، ده لو انت حاطط التليفون جنبك كده قبل ما تنام بالعرض هيقلب فجاه كانه يعني ساعه كده ليليه لو انت بتشحنه، او ويدجت كبيره كده تقدر تقلب فيها كانك حاطط كده جهاز مثلا اليكسا جنبك، ولا اي مساعد صوتي او شاشه جنبك كده بتجيب لك الحاجات الاساسيه في حاله ان انت سايب التليفون على جنب، بيشجعك تسيب التليفون شويه وفي نفس الوقت هو متساب بيكون له لازمه وشكله احلى من العادي. سيري كمان دلوقتي هتشتغل لما تقول لها سيري على طول، مش محتاج تقول هاي سيري وتقول اللي انت عايزه، انت تقول سيري كده وتكمل كلام وهتلاقيه لقط على طول معاك. مش انتي كانسل. دخلوا بعد كده على نظام الايباد الجديد الايباد او اس 17، ودلوقتي بقى عندك الويدجتس اللي موجوده في الهوم سكرين تقدر تتعامل معاها كده وهي مرصوصه على طول، تقدر تعلم على حاجه مثلا في لسته انت كاتبها، كل ده من الويدجت على طول بره. ودلوقتي كمان الويدجتس بقت في اللوك سكرين وانت قافلها شبه الحاجات اللي في الايفون كده، بل اكتر شويه كمان علشان الشاشه بتاعت الايباد اكبر. وعارف الدايناميك ايلاند اللي في الايفون 14 برو الجديده اللي هي بتجيب لك بقى لو في تايمر شغال ولا اوبر داخل عليك ولا نتيجه ماتش ولا الحاجات دي كلها، نفس الكلام ده بقى موجود دلوقتي في الايباد، بس من تحت كده سود لك حته صغيره كده ممكن تطلع لك شويه اشعارات او حاجه اسمها لايف اكتيفيتيز بتقوم بنفس الدور كده بالظبط. بعد كده قال لك انت بتفتح بي دي افات كتير على الايباد ودي حاجه مهمه، فدلوقتي احنا ظبطنا شويه حاجات في البي دي اف وتقدر تملى الفورم على طول من البي دي اف على الايباد، وشويه حاجات لطيفه كده تخليك تتعامل مع ملف البي دي اف بشكل احسن. بعد كده دخلوا على نظام الماك بوك الجديد الماك او اس وسموه ايه بقى؟ سونوما. هم دايما كده اي مسمى للماك او اس لازم يعملوا منه كده قصه مؤثره برده، ويقوم عامل لك انيميشن كده وفيلم يعني شكله مؤثر وبتاع وحركات، في الاخر يعني هو اسم عادي واسمه سونوما، مش عارف يعني ايه بصراحه. دلوقتي قال لك السكرين سيفر اللي على الماك بوك بتاعك ممكن تكون عباره عن فيديو كده بالتصوير البطيء شكله قوي جدا وجميل، والسكرين سيفر دي ممكن تبلند كده في الوول بيبر بتاعتك اول ما تمسك الماوس يعني او تدوس على الزرار. دلوقتي كمان بقى عندك الويدجتس تقدر تحطها على الديسكتوب زيها زي الايقونات العاديه اللي على الديسكتوب كده، ودي حاجه انا بتهيألي ممكن يبقى استخداماتها مفيده جدا. ولو في ابلكيشنز ليها ويدجتس مش عندك على الماك بس على التليفون، تقدر لو التليفون جنبك كده تاخدها من التليفون تحطها على الماك بالظبط وتتحكم فيها عن طريق التليفون بس وانت بتدوس على الكمبيوتر نفسه، زي مثلا لو عايز تشغل التكييف في عربيتك الكهرباء اللي ليها ابلكيشن على الايفون، تقدر تعمل الكلام ده عادي من الويدجت على الشاشه بتاعه الماك. بعد كده لك في حاجه اسمها جيم مود علشان يحسنوا من تجربه الالعاب، هم بيعافروا جامد في موضوع الالعاب ده بس برضه يعني مش حاسس ان هو لسه واكل معاهم قوي بصراحه. بعد كده جابوا حد مهم جدا في المجال بتاع الالعاب ده وقال حاجه مهمه جدا الا وهي 僕自身、1994年に最初の Mac を購入し طبعا كلنا منتظرين اللي هيحصل في الالعاب بعد اللي هو قاله ده. في حاجه بقى عجبتني جدا قالوا عليها في الماك او اس الجديد، هو ان انت لما تيجي تعمل فيديو كول او كونفرنس دلوقتي تقدر تخلي صورتك فوق الشاشه اللي انت عامل لها سكرين شيرنج مثلا من الكمبيوتر بتاعك بشكل لطيف جدا كده، تحس ان هو متمنتج يعني، لكن ده طبعا بيحصل اوتوماتيك. ولو عملت شويه رياكشنات كده في الفيديو هتلاقي فيه ستيكرز وحاجات بتحصل حواليك، لو عملت شكل قلب كده
هتلاقي فيه قلوب طلعت وبتاع، لو جيت تسقف لحد هتلاقي فيه فاير ووركس يعني في شويه حاجات كده بصراحه لطيفه جدا في موضوع الفيديوهات ده. الكلام ده هيشتغل في الفيس تايم فيديو والبرامج التانيه بتاعت الفيديو كولز زي زوم وتيمز وامثاله. وقال لك سفاري برضو ظبطنا فيه شويه حاجات كده بس مش مهمه قوي. بعد كده دخلوا على السوفت وير اللي في الاوديو والحاجات اللي في البيت عندك وكده، فقال لك مثلا السوفت وير بتاع الايربودز ظبطوا فيه شويه حاجات، بقى في حاجه اسمها ادابتيف اوديو، هي حاجه كده ما بين النويز كانسليشن والادابتيف ترانسبيرنسي اللي هو عزل الضوضاء والشفافيه. فمثلا تبقى بتسمع تراك في ودنك ولا حاجه ومشغل نظام الشفافيه فسامع الدنيا حواليك عادي، بس لو حصل حاجه صوتها عالي هتلاقيها اتكتمت خالص، ولو رحت الحته فيها دوشه كده زياده هتلاقي النويز كانسليشن اشتغل لوحده، تحس يعني ان هو بيقرر لك يعني يشغل ايه بالظبط في النظام عشان يوصل لك احسن تجربه. دلوقتي كمان لو دوست على واحده من الايربودز هتعمل ميوت لصوتك في المكالمه عشان لو الدنيا دوشه كده. وقال لك دلوقتي حاجه جديده في السوفت وير اسمها اير بلاي، ان انت بتشغل الموبايل على التلفزيون بتاعك بس فور اوتيلز، للاوتيلات اللي انت بتروحها. هما بيتفقوا مع شويه اوتيلات محدوده يعني، المفروض الموضوع ده يتوسع يعني مع الوقت، ان انت لما تروح اي فندق تقدر توصل الموبايل على شاشه الفندق، بل وتشغل الحاجات اللي انت كنت مشغلها في البيت عندك قبل ما تسافر على الشاشه بتاعه الفندق عن طريق الموبايل. حاجه كده يعني ما افتكرش ان احنا نستخدمها لمده شهور ان ما كانش سنين جايه، اصلنا مقطعين السفر والفنادق الحقيقه. دلوقتي كمان لو انت موصل الموبايل بتاعك على العربيه على ابل كار بلاي ومعاك ناس تانية في العربيه كمان معاهم ايفونات، يقدروا هم كمان يشغلوا حاجات على العربيه وبطريقه لطيفه جدا، فتبقى انت مشغل على مزاجك وابنك الصغير ورا كده يقرر ان هو يشغل مهرجانات انت مش عايز تسمعها. شكرا يا ابل. واضافوا دلوقتي كمان ميزه الفيس تايم في الابل تي في، فتقدر دلوقتي لو عندك ابل تي في تحط التليفون تحت التلفزيون كده وتعمل المكالمه بتاعتك الفيديو وانت شايف الكلام ده على الشاشه، والشاشه كمان شايفينك عن طريق التليفون اللي تحت التلفزيون. والموضوع برضه هيبقى لطيف جدا في المكالمات لو انت بتتكلم بقى العيله بتاعتك المسافره وكده، فطبعا لو شفتهم على شاشه كبيره احسن من التليفون. واخيرا قبل ما نخش في التقيل اتكلموا عن السوفت وير الجديد بتاع الابل واتش وهو الواتش او اس 10. اكتر حاجه عجبتني في الحته دي الفيديو اللي هم عاملينه يعني كاعلان للسوفت وير الجديد، بصراحه حسيت ان هو يعني معمول بشكل حلو جدا ومبذول فيه مجهود قوي جدا كعاده كل فيديوهات ابل، لكن ده حسيت ان هو يعني زياده كمان على العاده. ودلوقتي قال لك لو لفيت الكراون بتاع الساعه هتلاقي ويدجتس تحت بعض كده تقدر تختار ايه اللي يبقى موجود، ولو انت ما اخترتش هي بتفهم ايه اكتر حاجه بتستخدمها وهتلاقيها موجوده في الويدجتس دي كده لما بتقلب على طول من الهوم سكرين. ولو انت بتحب سواقه العجل فحطوا لك جزء مهم جدا للسايكلينج او يعني شويه امكانيات زياده كده في موضوع ركوب العجل، تقدر تخلي الايفون بتاعك كانه شاشه كده تحطها على العجله وتجيب لك سرعتك وحرقت قد ايه والكلام ده كله بشكل لطيف جدا. والكلام ده ينطبق برده عن لو انت بتحب الهايكنج او تسلق الجبال، فبرده ظبطوا جزء مخصوص للحته دي يعني وفي امكانيات كتير جدا. بعد كده دخلوا على اهم واكبر حاجه اعلنوا عنها في المؤتمر ده وهو الابل فيجن برو. ده يا جماعه طفره في عالم التكنولوجيا، وانا بيتهيألي ان ده عهد جديد في التكنولوجيا كلها كده، زي ما اخترعوا الانترنت في وقت واخترعوا الموبايل في وقت. فانا حاسس ان الموضوع ده من نظارات الاي ار والفي ار في حته ثانيه خالص، وهتبتدي منظوم الواقع الافتراضي والنظارات اللي بتتلبس ده بشكل اقوى بكتير من اي حاجه شفناها بصراحه قبل كده. طبعا بعد شويه فيديوهات مبهره جدا كده كمقدمه لهذا المنتج الجديد، قال لك ده اول منتج من ابل هتبص خلاله مش هتبص عليه. حكم يا عم تم. وقال لك هتتحكم في كل حاجه وانت لابس النضاره دي كده بايديك بس كده وهي في مكانها العادي، وبمجرد انت هتبص على ايه في كميه سنسورات وكاميرات جوه بتلقط عينك بص على ايه بالظبط، وبناء عليها تبتدي تختار. فانا بصيت على ايقونه كده ورحت عامل بايدي كده فاخترتها، او جيت رحت ماسك حاجه كده وحركت ايدي في الهواء فانا بسكرول دلوقتي في وسط الصور. والموضوع بصراحه مبهر جدا جدا لدرجه مخلياني مش مصدق ان الابهار ده هيكون في الحقيقه زي ما شفناه في الفيديوهات اللي في المؤتمر ده. مش عارف هنقدر نكتشف ده بنفسنا ولا لا، لان الموضوع غالي جدا زي ما هقول لك في الاخر، لكن هي بشكل عام بتقدر تدخلك الدنيا اللي حواليك في النضاره جوه وتبقى شايف كويس جدا ايه اللي بيحصل حواليك، بل والناس اللي حواليك برضه هيكونوا شايفينك عادي، لان النضاره دي فيها ازاز من قدام عباره عن شاشه بتطلع عينيك فعلا على الشاشه من بره، عشان لو انت شايفني وانا لابس النضاره دي تبقى شايف عينيا كده وتحس ان الموضوع مش غريب قوي. وعشان تنقل ما بين العالم الحقيقي اللي انت شايفه جوه النضاره والعالم الافتراضي اللي مش موجود اصلا حواليك، تقدر تلف بس الكراون اللي موجود ده كده وهتلاقي ان الحاجات اللي حواليك دي بتختفي واحده واحده وتخش في عالم تاني خالص كده على حسب انت عايز تبقى قاعد فين. ولازين الموضوع تدريجي، يعني انت ممكن تخلي في حته لسه في الاوضه باينه يعني وبقيه الحاجات لا، او لو انت مثلا بتتفرج على حاجه في عالم افتراضي وابنك الصغير جاي يجري مثلا قدامك، النضاره هتطلعه قدامك على طول عشان تبقى عارف ان في حد موجود. ولو الحد ده فضل قاعد وانت بتشوف حاجه كده وانت مش شايفه خالص، هتلاقي الشاشه دي من بره بينت له حاجه بتقول ان هو دلوقتي مش شايفك الشخص اللي لابس النضاره ده. وكل الحاجات اللي على الشاشه الخارجيه دي في نظام جديد اسمه اي سايت، ولو جربت تفتح صوره بانوراما مثلا وانت لابس النضاره دي، البانوراما فعلا بتلف حواليك، هتقدر تقوم تقف في نص الاوضه وتبتدي تبص يمين وشمال وتشوف الصوره البانوراميه اللي انت صورتها دي حواليك فعلا بتحيطك كده كانك في المكان بالظبط. وطبعا مش محتاج اقول لك المتعه في مشاهده الافلام وانت لابس النضاره دي عامل ازاي، لان انت ممكن تخلي اي حاجه قدامك عباره عن شاشه كبيره جدا، تكبر وتصغر الشاشه زي ما انت عايز، تخلي المنظر
منظر اللي حوالين الشاشه كانك في مكان شبه اللي بيحصل في الفيلم او لا. لو فيلم 3D هتلاقي الحاجات بتطلع فعلا من الشاشه اللي قدامك وتحس انها بتقرب لك. الموضوع الحقيقه انا متخيل ان هو في التجربه هيكون في حته تانية خالص خالص. وبعد كده راحوا مطلعين السي او بتاع ديزني وقعد يتكلم شويه وقال لك قد ايه احنا مبسوطين ان احنا بنتعاون مع ابل في الموضوع ده، وهنخلي فعلا الناس تقرب من الشخصيات بتاعتنا بتاعت ديزني بشكل عمره ما كان ممكن يحصل قبل كده. فانت ممكن تبقى قاعد كده وتلاقي ميكي ماوس قاعد جنبك وتقعدوا ترغوا مع بعض شويه. بعد كده لما جم اتكلموا عن الهاردوير بتاع النضاره دي الموضوع برده طلع مبهر جدا. فمثلا انت عندك الجزء الازاز اللي قدام ده قطعه واحده من الازاز الملفوف كده اللي بيحتوي تحت منه على كاميرات كتير جدا وسنسورات انفراريد وسنسورات لايدار. طبعا الكلام ده كله بره على الشاشه وجوه قدام عينك برده. والجسم نفسه بتاع النضاره مصنوع من سبيكه من الالومنيوم كده وشويه معادن، وده عشان يكون اخف ما يمكن واصلب ما يمكن. وقالك عشان تبقى مريحه وانت لابسها برده تقدر تغير الحاجات دي، سواء الجزء اللي لامس وشك او الاستراب اللي موجود في الظهر اللي هو ماسك على راسك على حسب طبعا حجم راسك ايه. وعندك كمان الشاشات اللي موجوده جوه العينين اللي انت بتشوفها ريزوليوشن عاليه جدا بتوصل ل 23 مليون بكسل اجمالي، وده قالك اللي هو بيعادل اكتر من تلفزيون 4K لكل عين في الاثنين. وقالك حاطين جوه النضاره دي كمان M2 تشيب عشان البروسيسنج والحاجات دي تبقى سريعه جدا، لكن جنب الM2 تشيب حاطين شريحه جديده اول مره ينزلوها. الشريحه دي هي الR1 ودي مسؤوله بقى عن ان هي تخلي لك الحاجات اللي بتحصل بره بتحصل جوه في نفس الوقت بالظبط، وده علشان تحس ان انت عايش فعلا جوه العالم اللي حواليك والعالم الافتراضي في نفس الوقت من غير ما يكون في اي تاخير. يعني شريحه الR1 دي بتحلل بيانات من 12 كاميرا و5 سنسورات و6 ميكروفونات تقريبا، كل دول بتشوفهم لايف في نفس الوقت وانت لابس النضاره دي. البطاريه بتاعت النضاره دي قالك طول ما انت موصلها في الكهرباء اشتغل عادي طبعا زي ما انت عايز، لكن لو عايز تتحرك بيها تقدر توصلها في بطاريه خارجيه تخليها في جيبك ولا حاجه تشغل لك الموضوع ده ساعتين متواصل وبعد كده ترجع تشحنها تاني. طبعا قالك علشان تنغمس في التجربه زي ما الصوره لازم تبقى حلوه الصوت كمان لازم يبقى حلو، فحاطين لك سماعات في اليمين والشمال بيدعموا السبيشال اوديو بشكل كده معين عشان تبقى حاسس فعلا ان انت منغمس في اي حاجه بتتفرج عليها والصوت جاي من اتجاهات مختلفه كده ومن الاماكن اللي انت شايفها فعلا بنفس المنظر ده. وقال لك كمان لو انت عايز تتكلم فيس تايم مع حد وانت لابس النضاره دي غير ان انت هتكون شايفه يعني موجود حواليك في العالم الافتراضي، انت تقدر تقلع النضاره وتخليها تبص لك، وده عشان النضاره نفسها تمسح الوش بتاعك كده وتعرف كل الخطوط عامله ازاي عشان تكون صوره افتراضيه لراسك، والصوره دي هتكون موجوده وانت بتتكلم فيس تايم مع اي حد. وكل بقى اللي بيحصل في النضاره دي بيحصل بنظام تشغيل جديد وهو الفيجن او اس، حاجه كده زي الاي او اس والماك او اس بس بتاع بقى النضاره. وطبعا بما انك لابس النضاره وهي مش قادره تشوف وشك كله وانت لابس النضاره، فعشان تفتح كده زي الفيس اي دي عملوا حاجه ثانيه اسمها اوبتيك اي دي اللي هي بتقرا بقى العين بتاعتك بالظبط وبتاخد بصمه العين اللي هي مختلفه ما بين كل شخص والتاني، وده عشان تفتح النضاره وتبتدي تستخدمها كانك فتحت الايفون بتاعك كده. وبمناسبه الايفون فطبعا كل الاجهزه بتاعت ابل بما فيهم النضاره دلوقتي متوافقين جدا مع بعض، تقدر ان انت تفتح الشاشات بتاعت الكمبيوتر بتاعك وانت لابس النضاره فيبقى عندك عدد لا نهائي من الشاشات وتستخدم الكمبيوتر بتاعك عادي جدا. وطبعا عشان حته الخصوصيه والامان بتاعت ابل فقال لك الحاجات اللي انت بتبص عليها اللي هي النضاره طبعا شايفه هي ايه دي حاجه يعني خاصه بيك انت مش محتاجين ان احنا نعرفها لحد، فالكلام ده مش هيطلع لابل ولا لاي شركه تانية بتطور اي ابلكيشن، لا انت بتبص فين ولا الاماكن اللي موجوده حواليك وانت قاعد عباره عن ايه. هذا الاختراع بقى الفيجن برو من ابل بيبتدي من $3500 بيبتدي، مش عارفين طبعا هيوصل لايه، والنضاره دي هتكون متوفره في اول السنه الجايه ده في امريكا طبعا، وبعد كده في خلال السنه الجايه هتبتدي تنتشر في بقيه الدول. والحقيقه انا متحمس جدا جدا، مش عارف يعني هقدر اجربها ولا لا، بس انا نفسي اجربها وانقل لكم التجربه دي عامله ازاي. وبس كده، دي كانت كل حاجه حصلت في المؤتمر بتاع ابل النهارده، حاولت الخصه لك على قد ما اقدر بس هو كان طويل جدا زي ما بقول لك. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لستوريز وفيديوهات قصيره لطيفه كده. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتب لي الكلام ده في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.